ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقنا بقى من الفراخ واللحمه، قلنا نعمل بيتزا. بصوا، دي اول واحده عملتها والعجينه هي لسه طبعا ما عملتش اي حاجه، على قدي بقى. لو حابين تعرفوا عملت العجينه ازاي بقولوا لي. انا يا دوب هي ميه ودقيق وخميره لبن بودره وعجنت ومعلقتين زيت زيتون، او حسب بقى لو مش عايزين تحطوا زيت عادي برضو. ماشي، اصبروا بقى وهوريكم الشكل في الاخر. العجينه بتاعت البيتزا وحطينا عليها صوص البيتزا، انا اللي برضو اللي عاملاه في البيت، مش مشترينه من بره. ثانية واحدة انزلي شكليها وانا هصورها. انزلي عشان الناس تعرف شكل الحاجة وبتعملي ايه من الف للياء من اول لاخر. تحطي ايه؟ جبنه موتزاريلا. ايوه قولي كده عشان الناس تفهم. والعجينة بتتعمل ازاي عشان الناس تعملها من لا الالف انا للياء في يوم كده بقى اعمل لهم العجينه لوحدها من الاول للاخر. ماشي. بحب اغرقها جبنه. انا لو كنت ما كنتش صايم كان زمان لقطت من الجبنة ايه بص، انا عملت ايه؟ بدل ما احط الفراخ رحت حطيت الجبنه الاول. بصوا ده شكلها بعد ما عملتها. انا نسيت ورحت حطيت الجبنه الموتزاريلا الاول، عادي يعني مفيش مشكله يعني يا جماعه، عشان بس قبل الفطار والدنيا. بصوا معكوك عندي مش لازم زيتون بقى عشان عيالي بيرموه ويقرفوا منه. تعملي ايه؟ فردت العجينه بالشوكه، بعملوها كده عشان ايه؟ الصوص بتاع البيتزا. في ناس برضو بتحط الجبنة الموتزاريلا لما البيتزا بتخش على السوا، وفي ناس بتحطها كده وبتعمل سواء دي او دي، يعني الحالتين في الاتنين حلوين يعني، عشان في الاول وفي الاخر، عشان ما حدش يعلق يعني. كل شيخ وليه طريقة. انت ليكي طريقتك كده، كل واحد ليه طريقته، وكل حد ليه نفس في الاكل كده. طبعا انت عارفه يعني نفس ام شريف وتاليا لا يعلى عليه. انت بس بطلي غيره وانت نفسك يبقى احلى واحلى. ابطل ايه؟ غيره. غيره من مين؟ ما تغيريش عليا. والله لا انت ما تغيريش من حد، احنا يتغير علينا كمان، ما نغيرش من حد. انت بس بطلي تغيري عليا، وهغير اسم القناه من غيوره قوي لمراتي فرفوشه قوي. لا انا عمري ما كنت فرفوش، طول عمري وانا قسمه يعني. لا على فكره انت فرفوشه وعسل، بس انا بتكلم في ايه؟ مع جوزي بس. انك انت غيوره وكده وبتاع، ما تحبكهاش. خلاص ابقى اطريها شويه. ما تحبكهاش عليا. جربوها جبنه موتزاريلا. بصوا جيبوا الكيس الكبير الكيلو كده، اعملوه على 3 4 على 3 بيتزات كده. سر البيتزا يا جماعه نجاحها في الجبنه الموتزاريلا والمكونات الخطيره. يا جماعه واحده جوه، في واحده جوه اهو، وفي واحده بره. كده في الفرن، والتالتة اهيت عشان هاكل التلاته لوحدي وهم هطلب لهم دليفري. هي يا جماعه عشان خاطر ام شريف ما كانتش عايزه تجيب ايه وهي بتفرد الفطيره الفطاطري. الزعتر. ده الفلفل الرومي. كانتش عايزه تجيبها، بس انا قلت لها لا لازم نشارك التفاصيل. قالت ادق التظبيطات. ولا سميكه قوي ولا رفيعه طب قوي. بقول لك ايه، ما تفرديها كده وتفضلي يا طياري شيخ شايفني الشيف الشربيني؟ لا مش الشيف الشربيني، بس انت احسن شيفه ست شفتها في حياتي. يا شيخ. طبعا. يا لهوي على المجامله بقى، يا لهوي على المجامله. دي نضيفه ها؟ طبعا. يقولوا لي مش نفسك جلافز ليه ولا؟ لا جلافز دي لما نكون بنقدم في مطعم، لكن في بيتنا هنا بنعمل بايدينا اذا كان حد عاجبه. اخر معلقه صوص بيتزا والله ولا المحلات. هقول لكم تكت في ايه؟ تكه بقى صوص بيتزا تخليه زي بتاع المحلات بالظبط، هتخلوه تاكلوه كده وتقولوا ايه ده.
حاجه في البيت حتى لو ما طلعتش زي بتاعه المحلات، بس ضامنه نظافه ايديك انت. بعد اذنك ثواني معلش قاطعتك، خدي دي ارميها هناك في المواعين، ما بحبش رخامتي تبقى زحمه. يا شيخ ايوه علمناهم الشحاته. ايوه اتعلمت منك. لا والله صح، انت عارف والله ان انا فاهم. لا لا، ده في حاجه بقى حبيت اقولها لما بكون واقف في المطبخ، بس ايه بقلب ضايه، بعمل كوبايه شاي اي حاجه، تيجي تقول لي انت قلبت لي المطبخ، انت بوظته، انت مش عارف ايه. متهيألي كل الستات كده ما بتحبش الراجل يخش لا انا بالعكس، انا بحبك تساعدني بس يكون بنظام. لا بس لو شوكه مكان الشوكه مش في مكانها تفضل تقول لي ايه ده ومش ايه ده. النظام حلو يا تنجوني، اتعلمها منك. ماشي. اخر واحده يا جماعه هي. اعمل ايه حد يقول لي اعمل ايه. بص هناكل بيتزا وانتوا لا. اللي هيعمل لايك والله العظيم على بيتزا، بس لو واحده مصطفى يعزمها. قولي تاني كده. لو اللي هيعمل لايك وشير. لا مين هتعزمي مين؟ واحده. قولي كده، اصل انت بتقولي لو واحد مصطفى يعزمه. ايوه اخر واحده احطها. خلاص انت بتتكلمي كتير ليه؟ قولي لو واحده انا هعزمها بس. لو واحد مصطفى يعزمه عشان ادبسها. انت قولي لو واحده انا هعزمها. لو واحد سيبيها مفتوحه ليه انا بقى؟ في الحالتين انت اللي هتدفع. ماشي انت قولي انا لو واحده انا بتصور ايه بالظبط؟ لو واحده انت هتعزميها. ولو وما لكيش دعوه بيها بقى، انا هعزم اي حد بقى خلاص. ادي اخرة اللي يجرب وصفة من على النت، مواعين الدنيا هتلاقيها عندك. طب يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ها عملنا البيتزا هناكلها بقى كده بقى، ما لحقتش اعمل بطاطس ولا حاجة. وهنطلق يلا بقى معاها كده كاتشب مايونيز، نشرب عصير. يلا 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 يلا، محدش يتريق على فطارنا. ها يلا باي باي، قولي باي يا لوتي. دي يا جماعه كانت فكره النهارده، فكره خارج الصندوق، فطار. الناس بتبقى محتاره في اخر رمضان تاكل ايه. يعني انا من نصيحتي الناس تاكل اخر رمضان بقى، بتبقى زهقت من كتر المحاشي بقى والفراخ والحاجات دي وسمك، فتاكل بيتزا زي كده حاجه. بصوا جميله بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا رب، ربنا ياكلك من اكل الجنه كده يا رب، يفهمك من اكل الجنه، وتسلم ايدك من قبل ما اكل انا عارف اكل مراتي. وحاجه التانية الكشري طبعا ده هنعمله كمان بكره او بعده. لا مش هعمله يا جماعه، اشتريه. هنعمل كشري كمان يومين، واخر يوم ان شاء الله هناكل رنجه، يعني استنونا كده. دي افكار اللي عايز يعرف، ودي افكار من الكنترول وكده يعني. يلا كل سنه وانتم طيبين، ولا اشوفكم على خير. يلا باي باي. يلا يا شريف، يلا يا تاليا باي باي. باي ايدك انت كده، اعملوا باي. باي نقابلكم في العيد. ماشي.